بيبدأ الفيلم وبنشوف داتش بيقابل القائد بتاعه، بيقول له في مجموعة من الثوار محتجزين رهائن عندهم، منهم وزيره المساعد بتاعه، وبيوريه خريطة محددة للمكان اللي هم موجودين فيه بالظبط. داتش بيقابل هناك صديقه القديم دولون، وبعد سلام وترحيب بيقول له العملية سهلة وبسيطة وهتخلص في يوم واحد، هننقذ الرهائن ونرجع في نفس اليوم. وعلى طول داتش بيجمع الفريق بتاعه وبيروح على الموقع اللي اتحدد لهم في الخريطة. بعد كده بينزلوا من الطيارة واحد ورا التاني. اول ما بينزلوا جوه الغابة بيحسوا ان في حاجة غريبة في المكان وكأن حد بيراقبهم. واحد فيهم اسمه بيلي بيلاقي قدامه حاجة غريبة قوي، جثة مسلوخة من جلدها ومتعلقة على شجرة. كلهم بيجيلهم صدمة وبيكونوا في حالة ذهول من المنظر. بيبدأوا يسألوا بعض هم ليه بيعملوا كده فيهم. بيلي بيقول لهم ان دي حاجة غير منطقية وفي حاجة مش مفهومة في الموضوع. المهم ان هم بيكملوا طريقهم علشان ينقذوا الرهائن، ومن الواضح كده ان في حد بيراقبهم واحساسهم كان مظبوط. بيوصلوا على المكان اللي موجود فيه الرهائن، وداتش بيبدأ يكتشف المكان علشان يحط خطة للهجوم. بعد كده بيحرك الفريق بتاعه، بيبدأوا في عملية الهجوم علشان يخرجوا الرهائن، واقتحموا المكان بالكامل. وبعد ما خلصوا وصفوا كل اللي موجودين، بيكتشف ان العملية كلها كانت كذبة، وحقيقة الموضوع ان هم وصلوا المكان علشان يصفوا اللي موجودين فيه مش اكتر. داتش بيتعصب جدا وبيقول له كان ممكن تاخد اي حد تاني غيرنا. فديلون بيرد عليه وبيقول له محدش يعرف يقوم بالمهمة غيركم، وانت موجود هنا علشان تنفذ اوامري بس وما تعترضش على اي حاجة. داتش بيرد عليه وبيقول له المهمات دي مش من اختصاصي. وفجأة بنلاقي بنت من الثوار اللي كانوا موجودين في المكان. فديلون بيقول لهم ان احنا هناخدها معانا لانها عارفة معلومات كتير. فداتش رد عليه وقال له بس هي ممكن تكشف مكاننا في اي لحظة. فرجع رد عليه تاني وقال له خلاص هاتها، بس انت المسؤول عنها، احنا ملناش علاقة بيها. ولما بتواصلوا مع الطيارة اللي هتنقلهم تاني، بيقولوا لهم ان احنا مش هنقدر نيجي المكان ده. فكده هم هيضطروا ان هم يدخلوا طريق من وسط الغابة علشان يوصلوا للمكان اللي الطيارة هتكون موجودة فيه. وعلى طول بيمشوا علشان يروحوا عند نقطة الوصول. وهم ماشيين وسط الغابة بيلاحظوا ان بيلي كل شوية بيقف يبص على الاشجار من فوق. داتش بيسأل ماك هو ماله وهو فيه ايه. فماك بيقول له ان بيلي بيتصرف كده من ساعة ما وصلنا ونزلنا من الطيارة. داتش بيروح يسأله فيه ايه. فبيلي بيقول له ان في حاجة موجودة وسط الاشجار انا حاسس بيها من اول ما وصلنا، وفعلا هو في حد بيراقبهم. بعد كده قال له الموضوع مش مهم ويلا نمشي. وفي وسط الكلام البنت اللي معاهم حاولت تهرب وطلعت جري، فواحد منهم جرى وراها علشان يلحقها وبعد كده مسكها. وفجأة البنت بتبص لقت واحد كأنه مختفي، ضرب اللي معاها وموته وخد الجثة ومشي. باقي الفريق سمعوا فجوم جري لكن ما بيلاقوش اي حاجة، كل اللي بيلاقوه اثار دم موجودة على الارضية. فبيسألوا البنت ايه اللي حصل. من الصدمة البنت معرفتش ترد. ماك بيقول لداتش ما لقناش اي اثار للجثة خالص، مفيش منها غير بواقي بس. داتش بيتصدم وبيجوله حالة ذهول. بيرجعوا تاني للبنت وداتش بيقول لهم اسألوها ايه اللي حصل. بيروحوا يسألوها لكن البنت بتقول ان الشخص اللي قتله كان متموه على شكل الغابة بالظبط، ومش قادر احدد ممكن يكون ايه بالظبط. فديلون مش مصدق الكلام ده، وكل اللي جه في دماغه ان حد من الثوار اللي هم هجموا عليهم هو اللي عمل كده. فداتش بيقول له ازاي لو كان حد منهم كان على الاقل خد السلاح او جهاز اللاسلكي بتاعه. وفي النهاية الجميع مستغرب من اللي حصل. هم بيكملوا طريقهم لان مفيش قدامهم حل غير كده، بس بيتفرقوا المجموعات. وفجأة اتقتل فيهم واحد تاني. ماك سمع الصوت فطلع جري وشاف الوحش قدامه، على طول طلع السلاح وبدأ يضرب نار عليه. باقي الفريق لما سمعوا الصوت جم جري والكل كان بيضرب نار على الوحش. وبعد ما خلصوا ضرب نار ماك قال لهم ان انا شفته بعيني. فداتش بيرد وبيقول له شفت ايه، لكن ما بيكونش عارف يرد يقول ايه. ولما بيشوفوا الجثة بيلاقوا الطلقة واكلة نص جسمه بالظبط. خدوا جثة بلين معاهم، وداتش بيقول لماك بص له وقول لي مين اللي عمل كده. قال له ما اعرفش. والغريب ان كل ضرب النار ده وملقوش اي اثار لدم ولا الجثث خالص. الكل كان في حالة ذهول. داتش قال لهم لازم نتصل بالقيادة تاني ويجولنا في اقرب وقت، واحنا هنحاول ننصب فخاخ حوالينا في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. وفعلا بيبدأوا ينصبوا فخ في كل مكان حواليهم، وبكده هم متأكدين ان اي حد هيقرب من المكان ده لازم يقع في فخ. لما بتواصلوا مع القيادة قالوا لهم لازم تخرجوا بره الغابة علشان نقدر نجيلكم لان مكانكم مش امان. ديلون بيسأل ماك مرة تانية عن اللي هجم عليهم. قال له ماك كان قدامي وفجأة اختفى مش عارف ازاي. انا متأكد من حاجة واحدة بس، انه كان قدامي وضربت عليه اكتر من 200 طلقة ومش عارف ازاي ما ماتش. وكالعادة الكل مستغرب. وبيرجع داتش تاني يقول لهم اسألوا البنت على اللي هي شافته. ولما بيسألوا البنت برضه ما بتعرفش ترد عليهم لانها مش قادرة تفسر اللي حصل. بيروحوا على بيلي بيقولوا له انت عارف ايه اللي حصل. بيرد على بنشو وبيقول له انا خايف. بنشو بيقول له ازاي انت ما بتخافش من اي حاجة. بيلي بيقول لهم ان في حاجة موجودة في الغابة مراقبانا على طول، والحاجة دي مش انسان. وكالعادة الكل في حالة ذهول واستغراب. محدش
محدش فيهم بيصدقه وقالوا عليه ان هو مخ اتلحس. ديلون بيقول ان هما اكيد حد من اللي احنا هجمنا عليهم. داتش بيقول له ايا كان اللي موجود هنا فهو قتل 2 مننا. وفي وسط الكلام بيلاقوا جثة بلين اختفت، بيستغربوا ازاي اتخطى كل الفخاخ دي وخد الجثة وما خدوش بالهم. داتش بيقول لهم هو ليه ما حاولش يقتل حد فينا، هو كان عايز الجثة مش اكتر. واتأكد داتش ان هو بيمشي عن طريق الاشجار. وبرضه بيرجعوا للبنت مرة تانية ويسألوها على اللي هي شافته، قالت ما اعرفش، هو كان متخفي على شكل الغابة بالظبط. طبعا قالوا لها كل ده كذب، اللي حصل اقل حاجة محتاج راجلين او 3 عشان يعملوه. البنت قالت لهم هو اتضرب بالنار وكان بينزف. فداتش قال لهم طالما بينزف فنقدر نقتله. وبيبداوا يعملوا فخ اقوى من اللي هم عملوه قبل كده حوالين المنطقة اللي هم موجودين فيها علشان يقدروا يمسكوه. وبعد كده بيتداروا كلهم والكل دلوقتي مستني ان هو يقع في الفخ. وبعد فترة من الانتظار داتش حس بحركة غريبة فطلع علشان يشوف في ايه، ملقاش حاجة ولسه هيلف وشه لقى اللي طالع من تحت الارض. صحيح ان هم قدروا يوقعوه في الفخ بتاعهم لكنه قدر يهرب منه بسهولة. وفضلوا يضربوا عليه نار كتير لكن كله بدون فايدة. ديلون شاف الوحش قدامه لكنه ما قدرش يعمل حاجة. وفجأة بنشوف ماك مسك ديلون وقال له هو موجود هناك فوق الاشجار، فخلاه يبص عليه وفعلا الوحش بيكون موجود فوق الاشجار. فديلون قال له انا شايفه. اتفقوا ان هم كل واحد يروح من مكان علشان يقدروا يموتوه. وبدأوا ينفذوا خطتهم وكل واحد مشى من اتجاه. ماك وصل لنقطة معينة ولسه بيتحرك لقى ليزر موجود على ايديه، وللاسف كان الوحش كشف مكانه وقتله. ديلون سمع الصوت طلع جري بسرعة على مكان ماك، ولما وصل على المكان لقى ماك مقتول وغرقان في دمه. ديلون سمع صوت فجأة بيبص وراه لقى الوحش موجود ولسه بيرفع السلاح علشان يضرب عليه نار. اتضرب عليه طلقة قطعت ايديه وفجأة لقى الوحش مسكه من رقبته وقتله. بيلي بيسمع صوت الصريخ بيحصل له حالة جنون وبقرر ان هو يستني علشان يحارب الوحش. ومش بس كده، ده كمان بيرمي السلاح اللي معاه وبيتخلص منه وبقرر ان هو يقضي على الوحش بايديه. وطبعا هم سابوه ومشوا علشان لو كانوا وقفوا كانوا هيموتوا. الوحش شافه وقتله هو كمان وجري وراهم ولحقهم وقتل واحد فيهم. داتشي بيتجنن وبيحصل له حالة جنون وبيفضل يضرب نار كتير لكنه بياكل له طلقة في كتفه. فداتشي بيطلب من البنت اللي معاه ان هي تجري وتروح عند الطيارة. وبعد كده بيجري علشان الوحش ما يشوفوش وبيتزحلق بيقع من مكان عالي جدا في قلب الميه وبيخرج من الميه. فجأة بيلاقي الوحش ينط وراه في قلب الميه. فداتشي على طول بيخرج من الميه علشان يستخبى. بعد كده الوحش بيخرج من الميه بيفضل يدور على داتشي ويبص شمال ويمين بس ما بيقدرش يشوفه. بيستغرب داتشي هو ازاي ما قدرش يشوفه، بس بيكتشف بعد كده ان هو ما بيقدرش يشوف اللون الاسود، ودي حاجة كويسة جدا هتنفع داتشي بعد كده. المهم داتشي بيطلع من الميه بيمشي ويبص فوق على الاشجار وبقرر المرة دي ان هو ينصب له فخ، بس المرة دي ما يخرش الميه. وفعلا داتشي بيبدأ ينصب في الفخ بتاعه وعمله بذكاء جدا وانتهى منه تماما. وبعد كده حاول يعمل سلاح وصنع قنبلة من البارود اللي موجود معاه. وبعد كده موه نفسه بالاسود خالص علشان الوحش ما يقدرش يشوف. بعد كده داتشي صرخ صرخة كبيرة جدا وولع نار ورماها وبدأ يستعد لمواجهة الوحش. طبعا الوحش على طول بيلاحظ وبيسمع الصوت فبيبدأ يروح على المكان اللي طلع منه الصوت. داتشي طلع فوق شجرة عالية جدا علشان يقدر يشوفه لما يجي، وبيتفاجئ وهو موجود فوق الشجرة ومستني الوحش ان الوحش معدي من وراه بالظبط. بس حظه الحلو ان هو ما شافوش. على طول داتشي بيتنقل من مكانه وبيروح على شجرة تانية. وهنا جت اللحظة المنتظرة، الوحش بقى في مكان مكشوف جدا وداتشي يقدر يضربه بكل سهولة. وفعلا طلع السهم بتاعه وطلع قنبلة من اللي معاه وضرب الوحش بالقنبلة. الوحش حصل له حالة جنون وبدأ يضرب نار كتير جدا في المكان بشكل عشوائي. داتشي جري من المكان اللي هو فيه علشان ما يحصلوش إصابة. الوحش اتحرك من مكانه وبدأ يدور على داتشي. وفجأة داتشي بيبص لقى الوحش موجود قدامه، ما بيكونش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. والحل الوحيد اللي قدامه انه ينزل تحت الشجرة اللي هو موجود عليها. بعد كده مشي الوحش وخرج داتشي من المكان اللي هو فيه فلقى آثار دم موجودة على الأرضية. فضل ماشي وراها ونهاية آثار الدم كانت موجودة في مكان زي نفق. فجأة بيبص لقى الوحش فوقه بالظبط، ولع نار علشان يشغله في حاجة تانية، وطبعا كان لازم يجري من المكان علشان ما يموتش. الوحش شافه في آخر لحظة بدأ يضرب نار عليه. داتشي خبط في فرع كبير ووقع في قلب المية، ولسه خارج من المية لقى اللي مستنيه وقال له تعالى بقى. شاله خبطه خبطة كبيرة في الشجرة. فضل يبص عليه شوية وسابه ورجع لورا وقرر ان هو يشيل كل السلاح اللي معاه ويتعامل معاه بايديه. داتشي مسك فرع وجه يضربه فيه بس ما نفعش. الوحش فضل يضرب فيه شوية اداله شوية مظبوطين. بعد كده داتشي فضل يزحف لحد ما وصل لمكان الفخ. زي ما يكون الوحش لاحظ ان فيه فخ حاول يلف من مكان تاني، فداتشي بيبص يلاقيه تحت الفخ بالظبط وعلى طول بيوقعه عليه، وبكده هو قدر يقضي عليه.
عليه. بعد كده بنشوف الوحش بيطلع قنبلة علشان يفجرها في المكان. داتشي لما لاحظ ان دي قنبلة وهتنفجر في المكان طلع جري، وبعد كده القنبلة انفجرت في المكان. بعد كده بنشوف داتشي راكب الطيارة مع اصحابه وبينتهي الفيلم على كده.